تنسوش احنا اتكلمنا في النظام، اتكلمنا بعد اذنكم في الامراض السرطانيه وقلنا فاحنا دلوقتي هنبدا ناخد اول سؤال من الاستاذ محمد. يجي اللي عايز سؤال كده يطلع. الاستاذ محمد اللي احنا اول واحد. تعال اتفضل على المنصه. اتفضل يا استاذ محمد. تعال اتفضل عشان يبقى بستفسر انت بقى عايز تسجل يا ابني؟ لا يلا بينا. استاذ محمد ايه يا حضرتك؟ تعال هنا. انا كنت بستفسر بس على الجروح في المعده لو حضرتك قلت الوصف ثلاث سطور كل يوم لمده 3 اسابيع. لا شفتوا بقى؟ الغي بقى. لا يودي. طب انا كنت عايز اعرف حاجه عن الجروح في المعده. بصوا يا جماعه، لجرحه المعده صفه عامه طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم ان جرحه المعده او العلاج بتاعها علاج بالتغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه ملوش علاقه خالص لا بالروشته ولا بالصيدليه، الا اذا لو انا اخد لك فيتامين كذا فيتامين كذا. طب انا عندي قرحه في المعده شديده جدا، في ناس بتشرب ميه قرحه المعده بتاعتها بتعيط منها، بيعيطوا منها من الميه. طب احنا نمسك ايه؟ امسك الميه اول حاجه يعني، اول حاجه همسك الميه هغليها دقيقتين، ممكن تسخن 6 ساعات ماليش دعوه، انا قلت الغلي تغلي دقيقتين فقط. ليه؟ عشان يتبخر منها ماده الايه؟ كلور. الكلور. مجرد ما ماده الكلور بخرت جميله جدا للضغط وجميله جدا للمعده لان هي بتاثر على الضغط وترفع. يبقى اول حاجه انا ضمنت ان انا هشرب ميه، مش هقول ميه ايه يا معدتي. ليه؟ لان تاني حاجه انا عايز اعمل طبقه عازله للمعده لاي حاجه حضرتك اخدها، لاي حاجه اخدها بعد كده. انا بعالج المعده الاول، بعمل ايه؟ بدي حبوب الشيا غير حب الرشاد عشان ما يدخلش الكلام في بعض. حبوب الشيا غير حب الرشاد. حب الرشاد انا قلنا هنكتب عشان ما حدش يستغرب. حب الرشاد قلنا لحاجه معينه هذكرها بعدين تاني، انا ذكرتها هذكرها بعدين. لكن الثانيه حبوب الشيا. حبوب الشيا تتاخد معلقه على الكوبايه وتتقلب وتتساب كمان زي 10 دقايق، تعمل زي طبقه جيلاتينيه واشربها. دي هتعمل ايه عندي في اسمها ايه يا استاذ؟ تعمل ايه في الماء؟ قلنا هنكتب حبوب الشيا وليس الشيء. ليس الشيء. شين الف ي او شين ي الف. كل اللي انت عايز تستفسره انا مع الكل ارد 100 مره عليه. هنقول حبوب الشيا غير حب الرشاد عشان ما نخشش الموضوع بعض. هكتب لك الوصفه دي لان بقول الوصفه دي بجرحه المعده. دي بتعمل عمليه طبقه جيلاتينيه عازله للمعده، دي اول حاجه. النقطه الثانيه قصه تربول الفراخ اللي الناس كلها معروفه بترميها واللي يشمئز واللي يقول لك ايه ومش معلش يعرف ان دي فيها ماده كلوجين بنسبه كبيره جدا بتتغلى كانها بتتسوى وترجع للقطه تدور اللوبي في الشارع. انتوا حرين. خدوا بقى الشوربه بتاعتها كوبايه كل يوم الصبح تحطوها بعد كده في الثلاجه وعليها شويه صغير عشان تتفهم شويه صغير فلفل اسمر قليل جدا، نص ليمونه واشربها بالهنا والشفا كل يوم كوبايه عبيء عبيء عبيء. خلصت قد ايه يا عم؟ 20 رغوف فراخ ما انت هترميها ولا هتديها للقطه؟ انا عايز ايه؟ لغايه انا ما الاقي بعد اسبوع 2 3 ايه الظبط يعني انت بتيجي الحمد لله تشرب ميه كويس الحمد لله. طب تاكل كويس لقرحه المعده، تاكل كويس الحمد لله. في حاجه الحمد لله. في بقى حاجه احنا بنقولها قبل قرحه المعده لسبب. تنظيف القولون ده من الحاجات المهمه جدا. يشغل الكبد كويس، يشغل المعده كويس، يشغل. طب تنظيف القولون هكتبه بس هقوله برضه وهكتبه، ولما اقوله كانكم ما سمعتوش حاجه لان مهم يتكتب. هي عباره عن نص معلقه بن وليمونه ترنشات بالليل قبل ما انام بنص ساعه على ميه سخنه زي الكشري ما يغليش واشربها. الصبح عليه 3 قراصية. يبقى انا جاي من البيت عندي قراصية قبل ما انام نص معلقه بن. كنا هنكتب عشان اللي مش عايز يسمع كويس اللي ما كتبش بقول مش بالسماع، الوصفات ليست بالسماع. ليمونه واحده ترنشات شيل الجزء منها، حط نص معلقه بن، حط عليها ميه سخنه بتغلي وسيبها 5 دقايق لما تبرد تقدر تعرف تشربها. اشربها قبل ما تنام بنص ساعه. هتقوم من النوم الصبح اول حاجه تعملها بعد ما تتوضا مباشره هتاخد 3 قراصية. القراصية هتجاوب في اماكن معينه غاليه ما بذكرش اسماء. المفروض ان مفيش حد عايز يجيب راسي. لا مش نفر. لا ما هوش جديد يا جماعه في اماكن بتبيع وانا بقول كل حاجه خلاص كله اللي انتوا عايزينه عشان ما تلاقوش المعلومه. في حضرتك مكان بيبيع غالي قلت سيبك منها. في اماكن ثانيه في المنشاه احنا ولاد اسكندريه مش ولاد محافظه ثانيه. المهم المجفف ينفع؟
منها؟ هو بس اساسا مفيش الجزر بتاعها ايه؟ البارود. طيب انت حضرتك بتجيب عندكم مرسول منشيه عندكم هناك هتلاقوا ب 100 جنيه و 200 جنيه في اماكن ثانيه هتلاقي 300 و 400 يقول لك مستورد وتركي وصين وبتاع الكلام ده موجود مكان انت مش محتاج الاسبوع 10 ايام. انا نظفت القانون كويس والحمد لله مدى 10 ايام وانت هتشهر ترتيب القانون زي ناس كتير جدا اخدوه قالوا لي وفي ناس اخدوه ما قالوليش مش مشكله عندي بقول لي بس اللي قال لي ده تمام انا بقيت تمام وحصل كذا الحمد لله. نبدا بقى ناخد ده ايه نعالج بيه بقى المعده قرحه المعده اللي انا قلت سخنت الميه عشان ماده البخار اللي فيه كتير دي نمره واحد. مادة الكلور. حضرتك حبوب شيا اللي انا برضه كاتبها شين الف ايه او شين يه الف ما تفرقش زي ما تنطق حبوب الشيا. وانا في الغالب بقول للناس كلها مع احترامنا طبعا للاخوان العطارين في عطار معلش سوري مش ضامن ان هو التخزين بتاعه يكون جيد للاسف بتبقى محطوطه التخزين رديء سيء في محل تحت قافل 10 12 ساعه ده في مروحه ورطوبه وبتاع مشكله. فانا بفضل الاماكن برضه مش عايز اذكر اسمها عشان ما حدش يقول لك انت بتعمل اعلان بتعمل اعلان حاجات اللي هي المولات الكبيره اللي هي معروفه اللي ممكن يجيب مثلا شوال يخلص في اسبوع في واحد تاني يروح يجيب لي 2 كيلو ولا 5 شهور او والتخزين رديء غير جيد. انا بعمل الكلام ده وبعتمد على الله ثم ان انا بجيب حاجات جيده يبقى انا خدت لي اسبوع 10 ايام تنظيم القولون خدت لي اسبوع 10 ايام تنظيم المعده. ايه النظام دلوقتي بتاعك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طب عايز ايه؟ معلش انا مش لازم مش لازم نفس الشخص عايز كل ده. انا عندي ماما بس ولا بابا الرجل فيه خشونه الركبه ونبدا ان احنا نوصف حاجه لخشونه الركبه عارفه انا نبدا نوصف حاجه لخشونه الركبه واحد عندي الكبد واحد عندي البوت نبدا ناخد حاجه. ده سؤال كان للاستاذ محمد. مين من حضراتكم